مستعجلين على ايه على الصبح؟ جاتكوا البلاوي. خير يا سمعة. قول مساء الخير، احنا بقينا الظهر. ترد يا قادر، انت لازم تتفلسف. لو اني لا فيلا. يلا شاهد شوية. صباح الخير يا فكيه. نهارك نادي يا قرني، ما تخش تغير ريقك. انا هروح الشط فوق يا قمر. على بال ما تنطبيل انت طبق الكشري اللي يجرح القلب. ما تختشي يا راجل، احنا لسه الصبح. نهارك ايش يا عم صابر؟ نهارك فل يا بطة. مراتك ولدت يا عويس؟ لسه والله يا بطة. ربنا ينتحها بالسلامة. الشاي. بقول لك ايه يا بطة؟ قول يا عم صابر، ها ما حدش هنا تاني يا جدعان؟ تتجوزيني يا بطة؟ ما خدش العجوز انا. حد يقول لي استني يا بطة؟ كنت فين من ساعتها يا بطة؟ يو يعني هكون فين؟ بتفسح على الكورنيش. اهو ده اللي احنا بناخده مني، طولة لسان على الفاضي. يلا ادخلي كلي لك لقمة، الكشري استوى. عملتي طبق لسمعة؟ شوفي يا اخت البيت، يعني فاكراه ومش فاكرة نفسك؟ الله، احنا هنقر بقى. اشمعنى انت بتفكري في قرني ومحدش بيقول لك حاجة؟ ماله قرن يا بطة؟ يوه انت هنا؟ لا مؤاخذة ما خدتش بالي ان الشمس طلعت. قعدت مع النظر. يلا بسرعة الحق الاستاذ بتاعي، ده احسن مناخيره شايطة. كل ليلة وسط السكارة لوش الفجر. تاني يا سمعة؟ تاني وتالت ورابع. المكان ده انا ما بحبوش وما بحبكيش تسهري فيه. بتغير عليا يا سمعة؟ امال انا غير على مين يا بت؟ ليها كلمة هقولها لك، المكان ده ما تعتبوش خالص. لا لا يا سي سمعة، ما تشطرش عليا والنبي. ده انا اتشطر عليكي وعلى اللي خلفوكي كمان. ومالك بتزعلي كده ليه؟ علشان ما انا سكتلك يعني؟ لا غير يا بت، ما تقومي تاخديني على مين؟ بقول لك ايه؟ ولا تضربني ولا اضربك. احنا لسه على البر يا حبيبي، لما ابقى في بيتك ابقى اتحكم فيا زي ما انت عاوز. بط تعالي هنا. الله الله الله، رايحة فين؟ اوعى كده سيب ايدي، السكت منه دخل بحماره. لو النبي فوق مش انا اللي انشخت فيها كده. الله 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 الله. جرى يا بط؟ اعمل لك ايه انت كمان؟ ما انا من الصبح عماله ادادي فيك، مفيش فايده. طب معلش، حقك عليا. ما انت عارف ان انا بشع على اللقم، هو انا بروح له قرش عياقه؟ خلاص بقى رواقي،
طب ايه رايك بقى ان انا شفت لك شقه وعاوزك تيجي معايا علشان نتفرج عليها؟ والله فين يا سمعة؟ ورانا على طول في الظهور. انا اتفقت مع صلاح السمسار يفرجها لنا يوم الاحد. اذا عجبتك يا بنت الناس نربط فيها كلام على طول. ما عودتش تشخط فيا تاني يا سمعة؟ هو انا بشخط فيكي من ايه يا بنت؟ ما هو من حبي فيكي. حازم 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 راح فين؟ مساء الخير يا فريد بيه. اهلا يا بطه. عن اذنك يا فريد بيه. المفاتيح في العربيه. خد يا اوراني، اجلس صدرك بدل الهباب اللي انت بتشربه ده. سلام. تشكر يا فريد بيه. ما تخاف شويه يا ذوق، انت هتفضل قاعد لازق عندك كده طول الليل؟ ما تزعليش، اديني سايبها لك وماشي. رايح فين؟ معدي الناحية التانية. يوه انت هتقعد تهربع يا تعدي على الناحيه التانيه؟ بمزاج يا بطة، أنا راجل صاحب مزاج. وقت مزاجي ما يجيني أدور عليه. اهلا يا اوراني. أهلا، مساء الفل يا مسعود بيه. الله الله، مالك تتطوح كده ليه؟ أبدا، أصل الهوا لا مؤاخذة جامد الليل حبتين. طب خد بالك بقى لا تدوسك معزه. مساء الخير يا مسعود بيه. ازيك يا بط؟ الحمد لله يا بيه. ازيك يا ست هانم؟ ها اتجوزتي ولا لسه؟ لسه يا بيه، لكن هانت ان شاء الله. سمعة لقالنا شقه وهنروح نشوفها يوم الاحد. طب عال. بص يا بيه، ايه ده؟ زي القمر ودين النبي. مين ده؟ دي صورتك يا بيه. شوف يا ست هانم، بذمتك مش قمر؟ ده يوم المؤتمر بتاع المنيا. انا اول ما شفتها نضفتها وقطعتها علشان ابروزها. طب اسمعي، هاتي دي وانا هجيب لك واحده مبروزه جاهزه. لا مؤاخذه يا بيه، ما تقطعهاش. ده انا فرحت قوي لما لقيتها طلع عليا من وسط الطرشي. طرشي؟ الله يجازيك يا بطه، من وسط الطرشي؟ ده انا على كده لازم كنت معصفر. يا حبيبي وانت على بالي ناسيني، وانت على بالي وكلامك. ناسيني وانت على بالي وعليا. مساء الفل والياسمين والتمر حنة. كده يا راجل صحتني من احلى نومه. نومة؟ نومة مين يا ام نومة؟ ومع كل عايزة تنامي ارجع. لا تعالى، ترجع ازاي بقى مادام جيت تتعشى؟ قبل ما اتعشى اتغدى واصلي. يا راجل اختشي بقى.
يا فندم الفيلم ده الكاميرا. وانت بقى يا حبيبي خد دي وما تورينيش وشك تاني. مع السلامه انت. شكرا يا فندم، ربنا يكتر من امثال سعادتك. يا رب. ده انا بموت فيها. متر. انت بتعمل ايه؟ دلوقتي هتشوف. يا متر. ايوه مسعود بيه. خد ده اديه للبنت اللي قاعده هناك دي. بطه، الله انت تعرفها؟ هو في حد ما يعرفهاش؟ طب يلا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لسه قالع؟ يا بنت انا بعمل تمرين الصباح. صباحك لبن حليب يا سمع. نهارك قشطه. بقول لك ايه، جهز نفسك بقى عشان نخرج سوا النهارده. على فين؟ على جري يا بنت، انت نسيت ولا ايه؟ هنروح نتفرج على شقه وبعد كده نخش السيما. ماشي، سلام. سلام، مع السلامه. اتفضلوا. اتفضل يا بطه، خش خش برجلك اليمين يا بطه. هي كم مطرح؟ 3 مطارح غير عفشه الميه. اتفرجوا بقى بحبكم يا سمعه وانا مستني على القهوه تحت. تشكر ابو صلاح. الله، دي فيها بلكونه كمان، حلوه قوي. سمعه تعالى بص. الله، حلوه قوي وهواها يرد الروح. اهو المطرح ده بقى هنحط فيه اوضه النوم. احنا هنجيب اوضه نوم؟ امال ايه؟ امال هننام على الارض يا بنت؟ وتسريحه ودلاب. اتأخرت الليلة دي يا بيه، كفالنا الشر، حصل حاجة؟ لا يا بطه كل خير. أمال الست هانم فين؟ مسافره يا بطه، بتعمل عمره عقبالك. عمرة؟ ربنا يرجعها بالسلامة. وانت يا بطه اخبارك ايه؟ اتفرجت النهاردة على شقة أنا وإسماعيل، إنما إيه؟ 3 مطارح تشرح القلب الحزين. والله. وفيها بلكونة واسم الله على مقامك، حمامة فرنجي بالدش. بالدش كمان؟ ده ايه الهنا ده كله؟ طب اسمعي يا بطه، لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. ما يحرمناش منك يا بيه. يعني موضبين كل حاجه؟ الحمد لله، شايلينك لعوزة. طيب يا بطه، انا بقول لك فكري تاني، لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. اهلا يا ورني. لهفت منه كام يا بنت؟ لهفت ايه؟ هو انت مفيش على لسانك غير لهفتي لهفتي؟ امال الرغي ده كله في ايه؟ راجل محترم وبعزه زي ابويا، وهو كمان بيعزني. ابوكي؟ الله يرحم ابوك يا بنت الصراماطي. وبعدين في التلبيخ اللي على المسا ده. خلاص ما تزعليش، خلي بالك لحد ما اجي. انت هتعدي الليله برضو؟ ايه بلاش. نفسي اعرف كل ليله بتروح تعمل ايه؟ راح اتعشى. بلاش اتعشى. واللي يتعشى يقعد لحد الفجر. نهايته ما تتاخرش الليله دي علشان انا هلكانه وعايزه اتخمد الليله بدري. طب يا اختي. سلام. انا سيني وانت على بالي حرامك.
ناسيني وانت على بالي وخيالك. مين؟ هيكون مين يعني؟ ابو رجل مسلوخه. يو هو انت؟ صحتني من احلى نوم. صح، مين اللي قالك؟ مش هقول لك. هي العربيات لسه ما وصلتش. وصلوا يا بيه. مساء الخير يا ريس. اهلا يا زنكلوني. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يسلمك. كله تمام؟ كله تمام يا استاذ عماد. عقبال العمليه الجايه. بس العمليه دي كانت جامده قوي وما كناش متفقين على كده. انت عايز تقول ايه؟ حضرتك كنت متفق على عربيه واحده ملغمه. طب هو ايه اللي حصل؟ بضاعه زياده وربنا وفاني واشتريتها. ما هي يا اخي. لا مش هي. يا استاذ عماد، هم عدوا على مره واحده ولا على مرتين؟ تفرق. انت عايز ايه بالظبط؟ 50 باكو. ده غير ال50 اللي خدتهم قبل كده. يعني تاخدوا 100,000 جنيه في عمليه واحده. ليه؟ عشان ايه؟ طب وانا هكسب كام؟ 5 مليون على الاقل. الدهب سعره في السماء. ده نظام قر بقى. حكيمان عارفك، عينك فارغه. يا صلاح. ايوه بيه. اديله 25 باكو زي بعض. 50 يعني 50. اديله 50 زفت وخلصني. جيب الشنطه من العربيه واديها له زي ما هي، هم اللي فيها. ماشي. انا ليه حسبه كده من العمليه اللي فاتت ولسه ما خدتهاش. ما تخافش يا زنكلوني، انا فاكرك وهحاسبك على كل حاجه. بس كنت عاوز امشي مع الاستاذ عماد. طب مستعجل ليه؟ ما هنمشي كلنا مع بعض. طيب يا مسعود بيه، يلزم اي خدمه؟ مع السلامه انت. طيب. اقفل البوابه.
بتبص في الساعة ليه يا زنكلوني؟ ما لسه بدري يا راجل. انت مش ليك حساب عايز تاخده؟ اللي تشوفه. يا صلاح، هو الزنكلوني كان فين يوم السبت اللي فات؟ كان في المباحث يا ريس. ما تبصش في الساعة يا زنكلوني، البوليس مش هيجي. انت برضه هتصدق الكلام ده يا مسعود بيه؟ في الحقيقة أنا ما كنتش مصدق في الأول، لكن لما سألت بنفسي اتأكدت. دي كانت آخر حاجة تصورها بعد العشرة الطويلة اللي بينا يا زنكلوني. تكونش فاكرني بريالة؟ كل واحد واقف مطرحه، واللي هيتحرك هتعرف نافوخه. وانت يا مسعود ارفع ايديك لفوق. المدام بتاعتك ما هنش عليها تخرج من البيت ومسدسك محشي. خافت عليك من اللعب بالنار. بنت حلال تمر فيها العيش والملح. انت عارف، انا عمري ما تمنيت اقتل واحد صاحبي كلت معاه عيش وملح، لكن اعمل ايه؟ ما انت اللي حكمت على نفسك يا زنكلوني. ارجوك، انا صاحب عيال، ارجوك. ولادك في رقبتي يا زنكلوني. ايه اللي شفتيه يا بنت بالظبط؟ انطقي. هقول يا بيه، هقول يا بيه، هقول. قولي. شفت كل حاجة يا بيه. يعني ايه شفت كل حاجة؟ هو حصل حاجة خالص عشان تشوفيها؟ مين يا بنت اللي بعتك ورايا عشان تجسسي عليا؟ ما حدش يا بيه، زي عليك النبي سيبنا لو يا بيه. اسيبك؟ ده انت سنتك سودة. يا ربيع، يا ربيع، انت ايه اللي رماكي في سكتي؟ ايه اللي رماكي في سكتي؟ الله يخرب بيت ابوك. ايوه ساعة بيه. خد البت دي ارميها في اي حتة. انهي بيت يا بيه؟ هو في بت غيرها يا غبي؟ هي دي. ايوه هي دي. انا فردك يا بيه، فردك يا بيه، يلا. فردك يا بيه. بقول لك ايه، اقفل عليها كويس وخلي بالك منها. الله، انت نمت هنا يا راجل؟ امال فين البيت؟ اوه، ليه نامت في الأوضة التانية؟ نام يا فكير، احنا لسه بدري. بدري؟ بدري ده ايه؟ ده الشمس ملت الدنيا. بنت يا بطة، انت يا بنت يا بطة، يا بطة. اوه، سلام عليك يا فكير. على قد ما نامي، ده النوم حلو قوي. يا خالي، ايه؟ الحقني يا اخويا، الحقني. ايه؟ الحقني يا اخويا، البنت مش في الأوضة. ما راحت فين؟ معرفش بنتي، معرفش بنتي راحت فين.
بجيبك منين يا اختي؟ محدش شاف بطه يا ولاد. بطه بنتي حبيبتي. يا ترى انت فين يا اختي؟ نايمه ولا صاحيه يا ترى؟ يا حبيبه امك يا اختي، يا حبيبتي يا بطه بنتي. بطة يا ولاد الحلال. بطة ايه يا اخينا؟ مش انت اللي قلت يا اخينا؟ بقول لك بنت اسمها بطة. ما تزعلش يا سيدي يا ولاد الحلال، بنتي تايهة واسمها بطة. يا ولاد الحلال بنت اسمها بطة. بنت تايهة اسمها بطة. يا ولاد الحلال. يعني ايه ما نامتش في البيت؟ امال نامت فين؟ وليه كدبت عليا وقلت لي انها نامت عند خالتها؟ ما ترد يا ورني بطه نامت فين انت؟ وعلم علمك يا اسماعيل، انا اصل جيت اتعشى راحت عليا نومه. ايه المهم دلوقتي يا اسماعيل؟ نفكر هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعرف يا اورني لو ما لقيتهاش انا هسيح دمك. انت السبب في كل البلاوي اللي بتحصل لنا دي. هتسيب رقبتي هتخنقني يا مجنون. شو ليه رايح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا حبايبي يا حبايبي يا حبايبي، ده ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يا حبيبتي يا حبيبتي زي القمر. لا عفارم عليكي. ايه رأيك بقى في مراتك؟ يا سلام، وهي دي محتاجة رأيي؟ ما البضاعة بتتكلم عن نفسها. لا ولا ايه؟ كمية تلوح المرة دي. بقولك يا حبيبتي، ما كفايه شغل انت بقى وتستريحي. اصل الجمرك مفتح قوي اليومين دول، واحنا خلاص عدينا حزام الفقر من زمان. اخص عليك، هو انا بعمل كده عشان خاطر الفلوس؟ ايه؟ امال بتعمليها ليه يا روحي؟ ايه؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك تروحني، ربنا يخليك يا عم. ربيع، اسمي ربيع. انت اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ بطة. بطة؟ بطة؟ خدي يا بطة. بطة خدي، ما تخافيش ما تخافيش، خدي. مساء الخير. مساء الخير. اهلا. مساء الخير يا مسعود بيه. يا مساء الفل. دي بوسطة النهارده يا فندم. مبروك يا فندم، المناقصة بتاعت الإسكان رست علينا. طب عال عظيم. اطلبيه صبحي على التليفون عشان اشكره. ولا اقول لك بلاش.
ابوكي ازاي دلوقتي؟ الحمد لله يا فندم، بيسلم على سعادتك جدا. اخر مره زرتيه فيها كان امتى؟ الجمعه اللي فاتت نقلوه من الزنزانه اللي كان فيها لزنزانه تانية. طب عال انا كنت طلبت ان هم ينقلوه في زنزانه تانية بحري. مبروك مبروك. في حاجه تانية؟ لا يا فندم. الو، كل حاجه ماشيه كويس والرصيد اللي عندنا ناقص جدا، وحضرتك عارف ان السعر نزل شويه. خف البيع خالص واسحب الذهب اللي في السوق، السعر لازم يشد تاني. لا انا هبتصل بيك. مع السلامه. ودي يا فندم مجموعه تانية للست ياها مع الشنط. ايوه يا ابني، مالها دي؟ ما هي دي يا فندم مرات الراجل اللي حكيت لسعادتك عنه. اي والله ونعم، ست محترمه ومحتشمه مع انها جميله. ايه يا فندم، ده كل ليله والتانيه سهرانه مع جوزها في الكباريه الوش الصبح وبتشرب خمره. كباريه؟ كباريه يا ابني، دي جايه بالحجاز اهي. ولا انتوا عايزين تطلعوا كده كلام على الفاضي؟ فندم ظاهر سعادتك نسيت الموضوع. يا فندم دي مرات الراجل اللي حكيت لسعادتك عليه، الحرامي. يا ترى انت فين يا بنت؟ انت عمرك يا ضلالة ما غبتي على عيني ابدا. صلي على النبي يا ولية، دلوقتي تبان. لو كانت حبان كان بانت من بدري يا قرني. عارف ايه اللي حصل يا ده؟ حبيبة امك يا اختي، زي ما تكون بسم الله الرحمن الرحيم فص ملح وداب. اسماعيل، هي اسماعيل لقيتها؟ ابدا، لفيت عليها في كل حته ما لقيتهاش. تلاقيها عند واحده صاحبتها ودلوقتي ترجع. انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك بقى. الله، ما تلاقيها بقى احسن بالله العظيم افتح لك قرن. انت تفتح لي قرن يا قرني؟ تصدح الناس. انتوا هتتخانقوا وتسيبوا بنت تبيع؟ عم حسن زارع بصل، جيت اشمه كلته كله، وادي الزير. وقعت منك يا عم ربيع. حتى يا بطة يا دقن القطة عم. غلط غلط، حتى يا بطة يا دقن القطة. اللي قول يا عم ربيع، انت هنا بتعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجة ولا حاجة. انت مالكش اهل يا عم ربيع؟ ها؟ مش فاكر. مش فاكر اذا كان ليك اهل ولا لا؟ مش فاكر. طب انت جيت هنا امتى؟ مش فاكر. يلا نلعب. عم ربيع، انا ليا اهل. امي ست غلبانه ووحدانيه، زمانها قطعت عينيها من العياط عليا، وانا مش صغيره عشان العب، وده مش وقت لعب. انا ماليش ذنب والله العظيم يا عم ربيع، انا كنت في حالي لا بيا ولا عليا. قرش اللف طول النهار والدغى هم اللي خلوني اتدهولت وراحت عليا نومه. روحني يا عم ربيع، ربنا يخليك. روحك فين؟ خرجني من هنا وانا اشاور لاي عربيه واروح. يا لئيمة، عايزاه يذبحني؟ عشان خاطري يا عم ربيع ابوس ايدك، ربنا يخليك. يعني مش هتلعبي؟ لا هلعب. هات يا عم ربيع. ورني، مالك يا ورني؟ قاعد لوحدك كده ليه؟ اسكت يا بيه، اسكت. إله ربنا ما يبليك باللي احنا فيه. خير يا ورني؟ هيجي منين الخير يا بيه؟ البنت بطة ملهاش أثر. ازاي الكلام ده؟ علمك يا بيه، فجأة كده ما لقيناهاش، دورنا عليها في كل حتة مفيش فايدة.
هو سعادتك ما تخيلش بيها هنا ولا هنا؟ وهتخيل بيها فين بس يا قرني؟ اعمل ايه بس يا بيه؟ دمها عامله مناحه. زي عليك النبي يا بيه، لو ليك حد في الجرنين خليهم ينشروا صورتها. اهي ولا مؤاخذه. زي القمر. خليهم يكتبوا تحتيها ان تعود الى البيت، امها في انتظارها. وانا كمان يا بيه، انا صحيح جوز امها، لكن ولا مؤاخذه بمقام ابوه. تصدق بالله يا بيه؟ لا اله الا الله. دي وحشتني ولا بنت اللي من لحم ودمي. انما فكرك انها هربانه يا قرني. اعمل ايه بس يا بيه؟ زي عليك النبي ما تنسى. حاضر يا قرني، حاضر. مع الف سلامه يا بيه. والنبي يا بيه ما تموتنيش يا بيه، ده انا وحدانيه. هموتك وهو ده معقول يا بطل؟ تعالي تعالي معايا بس، تعالي ما تخافيش. انت ازاي ترميها في اوضه زي دي؟ انت ايه ما عندكش احساس؟ جاتك البلا. تعالي يا بطل، تعالي تعالي معايا كده. ما عندكوش احساس كده كده تعملوا فيها كده؟ هي ايه بنات الناس لعبه؟ تعالي يا بطه ما تخافيش، تعالي يا حبيبتي تعالي معايا. انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا 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 خدي معاك وارجع من هناك يلا. ارجع فين يا بيه؟ ارجع مطرح ما كنت يا كلح. تعالي يا بطه، تعالي يا حبيبتي ما تخافيش. تعالي بس معايا، تعالي روح انت هناك تاني. يا بيه انا عايزه اروح هناك. ما انت هتروحي. تعالي بس تعالي. انا عايزه اروح لامي. تعالي. امك ايه؟ امك ايه يا عبيطه؟ انا هغرقك في فساتين وفي هدوم وهشيكك على الاخر، هخليكي واحده تانيه خالص. يا بيه الله لا يسيئك، انا عايزه اروح. اوه خلاص بقى. يلا خدي الهدوم دي وخش استحمي. يلا خش استحمي وشيلي الظبط اللي عليكي ده والبسي الهدوم دي. ها يلا يلا بقى. يا بيه انا ما ترحنيش. يلا بقى اسمعي الكلام وخلصينا. خدي دول. وبعدين في الحوسه المهببه دي يا بطه. يلا بقى بطل استحمي وخلصينا بقى يلا. حاضر. ما كفايه البورنوس، ولا اقول لك بلاش البورنوس كمان. بصحتك. ما يلا بقى يا بطل. حاضر يا بيه. حاضر ايه بس؟ ما تقفل البتاع ده بقى. وبعدين بقى يا بنت الجنية. يا بيه الله. طب تعالي بقى. تعالي. انا مش هسيبك. هتروحي مني فين؟ انا بعتك يا بيه. صرخي زي ما انت عايزة، ما حدش هيسمعك. تعالي هنا. تعالي تعالي تعالي. تعالي هتروحي فين؟ الحونة، مطرح الحونة. تعالي تعالي هتروحي فين؟ صرخي زي ما انت عايزة. تعالي. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ امشي اطلع بره. قلت لك امشي اطلع بره. اسمع الكلام. بره بره. يا ترى انت فين يا حبيبة امك يا اختي؟ يا ترى انت فين يا حبيبة امك يا اختي؟
ما تقومي تاخدي لك تعسيله لحد النهار ما يطلع. انت هتفضلي تنوحي كده للصبح. ومين يقول لهم يا قرني؟ بس لو اعرف اذا كانت عايشه ولا ميته. ميته ايه يا وليه؟ حرام عليكي. ما يمكن سافرت لخالتها المنصوره. قومي نامي شويه والصباح رباح. مين؟ انا بطه يا أما. بطه بطه إيه؟ يا حبيبتي يا اختي. بطه يا بطه 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 أما يا مصدي، دي مش بطه، ده عفريتها يا مصدي. لا دي مش هي، دي عفريتها عفريتها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت انس ولا جن؟ ياما انا بطه مش عفريتتها. اما ايه يا عم ورني؟ انت تعمل زيها. ولما انت بطه ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده باب حطها على وشي عشان الراجل ما يقربليش. ده كلام فارغ ولعب عيال. البغل اللي اسمه ربيع ده تجيبهولي من تحت الارض وقبل الفجر ما يطلع. وده هنلاقيه فين ده؟ ده حمار بيبرطع. مش شغلي. ممكن تلاقوه مرمي في جنينه الحيوانات، في خرابه، في عفريت ازرق، ماليش دعوه. ده سرق عربيتي ومحفظتي. والبيت يا ريس؟ لا، البنت دي بقى سيبوها لي انا هعرف شغلي معاها. ازيك يا بطه؟ الف حمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا اسماعيل، وحشتني موت. ها، حد مس شعره منك؟ لا يا اسماعيل اطمن، ده انا بطه. الحمد لله. انا كنت هتجنن، كنت بمشي في الشوارع اكلم نفسي. ما كنتش عارف اني بحبك قد كده يا بت. ربنا يخلينا لبعض يا اسماعيل ويبعد عننا اولاد الحرام. حبيبتي يا بطه. وحشتيني قوي يا بطه. بعدين بقى في الكلام اللي يقطع القلب ده، ما تفكروا معانا الاول هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ هنبلغ البوليس طبعا. اسماعيل علشان خاطري بلاش، ده راجل شراني ووحش. يعني ايه الكلام ده يا بطه؟ الزنكلولي يبلغ قبلك، وكان نصيبه انه اتقتل قدام عينيا. احنا مش قده يا سمعة، احنا غلابه وعاوزين نعيش. الحمد لله بطه رجعت بالسلامه يا سمعة. انتوا تشدوا حيلكم بقى وتتجوزوا ومالناش دعوه بحد. حتى لو سيبناه هو برضه مش هيسيبنا في حالنا. دلوقتي بطه بقت عارفه عنه كل حاجه وبقت خطر عليه، ومش ممكن هيسيبها كده ابدا. اذا كان على دي بسيط، انا هقول له يسيبنا في حالنا وندفع الخبر مجور، ويا دار ما دخلك شر. الله، وهي بطه هتتجوز وتمشي من هنا، ولا هيشوفها ولا هتشوفه. لا انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. الله، دي جريمه، والسكوت عليها جريمه زيها. علشان خاطري يا سمعة شيل الحكايه دي من دماغك خالص، انا خايفه عليك قوي يا سمعة. ده انت ايدك تقيله قوي يا دكتور. خلاص يا فندم. خلاص يا شيخ، ده انت هريتني حقن لما جتتي كلها بقت مخرمه من غير فايده. من غير فايده ازاي؟ دي كلها هرمونات. بلا هرمونات بلا غيره. هو انت اللي بتاخدهم ولا انا؟ هتعرف احسن مني في دي كمان؟ ما هو بعد ما نخلص كورس الهرمونات هنبدا. لا هو احنا لسه هنبتدي؟ لا يا عم، الله الغني. مع السلامه. اتفضل، ايدك زي المرزبه. ايه يا حبيبي، انت لسه بتاخد حقنه انفلونزا؟ ايوه حبيبتي، اصلها برازيليه ماسكه في جتتي مش عايزه تخرج. طب انت لابس ورايح على فين كده؟ انت نسيتي يا حبيبتي، النهارده افتتاح الغرفه التجاريه والوزير هيحضر بنفسه. الوزير؟ طب ما تنساش تعزمه على افتتاح البوتيك بتاعي. انت جرى في عقلك حاجه؟ معقوله الوزير يحضر افتتاح بوتيك؟ طب خليك شويه. عايزاني اقعد اعمل ايه؟ هي الاجتماع اهم، وبعدين الحقنه لسه بتوجعني. تصبحي على خير. ميت مسا يا سعاده البيه. اهلا يا ورن، ازيك؟ انا تمام قوي يا بيه الحمد لله. سعادتك نشرت صوره بطه في الجرانين؟ لا والله يا ورن يسوع عليا، لكن هنشرها لك بكره. مفيش داعي بقى ولا مؤاخذه، اصل بطه رجعت. والله؟ طب الف مبروك، الحمد لله على سلامتها. امال هي فين؟ في البيت. ولا مؤاخذه، يا كان عايزه تروح القسم، بس انا بقى ما خلصنيش. اسم؟ وتروح الاسم ليه؟
كانت عاوزة تروح تقر. تقر بايه؟ هي مش كانت هربانة؟ بقولك ايه يا سعادة البيه، ما تخلينا حلوين وبلاش الالوان دي معانا. احنا ولاد بلد برضه ونعجبك. الوان ولاد بلد؟ جرى يا راجل يا جعير انت هتصاحبني؟ وليه لا؟ ما اجيب سجارة ولا مؤاخذة. سجارة كمان؟ لا. طب ليه؟ كده. بقول ايه؟ ما نتفاهم بالهداوة. لحسن البنت تركب رصة واسماعيل ياخدها ويروحوا النيابة. اسماعيل مين ونيابة ايه يا راجل يا هلفوت انت؟ امشي وندام، يلا امشي نجرب. الله الله الله. والزنكلوني والدهب. وطي صوتك الله يخرب بيتك. ما قلت خلينا حلوين وبلاش وجع دماغ. قالوا اطلع من البلد. هات سجارة بقى. خد بالسم الهاري. يا بيه احنا برضه محاسيب ومش هنعض في اللحم الحي. لحم حي ايه وعض ايه؟ ما تقول انت عايز ايه وتخلصني. اللي سعادتك تحكم بيه انا موافق عليه. 5000 كويس؟ 5000 ايه يا بيه؟ ما تصلي على النبي. دي فيها قتل وخطف وذهب. ثم حضرتك عارف اليومين دول الدنيا غالة. ما تبقاش طماع بقى يا اوراني. خلاص خليهم 10. افتح الله. ثم الواد اسماعيل مش هيوافق. 15 عشان خاطر الواد اسماعيل. ها قلت ايه؟ 15 لكل واحد. انا وبطه وام بطه والواد اسماعيل. حاكم الواد اسماعيل ده واد فهلاوي على الاخر ويفهم في القانون كويس قوي. طيب طب فين يا بيه؟ ما تلاقيني. الليله دي الفلوس هتكون بايته عندكم في البيت. عايز ايه تنهب؟ الليله مش الصبح. الليله. روح انت دلوقتي وبعد ساعه بالكتير الفلوس هتكون عندكم. بس وعد شرف يا اوراني، مفيش كلمه تطلع كده ولا كده. عيب يا بيه، ده على رقبتي. بس ولا مؤاخذه بيه، حضرتك هتعرف عنوان البيت ازاي؟ عارفه يا اوراني ما تخافش، عارفه كويس قوي وعارف كل اللي فيه. طب يا بيه انا في انتظارك. انا سيني وانت على بالي. ايه الكلام الفارغ ده؟ هو ده اللي حصل. والفلوس زمانها جايه. سامعين؟ سامع يا بطك وزمك بيقول ايه؟ لا الحكايه دي مش هترسى على بره ابدا. انا لازم ابلغ البوليس. اللي هيقرب من الباب هفرغ كرشه قدامه. يا لهوي، هي حصلت للدرجات دي يا اوراني؟ عاوز تفرغ كرشه قدامي يا اوراني؟ لو ابويا بجلالة قدره طلع من تربته هفرغ كرشه. دول 60,000 ومش لعبه. محدش هيتحرك حركه واحده قبل الفلوس ما تيجي. انا راجل كبرت خلاص وما عشتش قبل كده. حياتي كلها ضاعت مني في المرمطه والبهدله وخدمه الناس. نفسي اعيش بقى. بفلوس حرام يا اوراني. حرام ولا حلال؟ هي جت لحد اوراني ووقفت. اسمعوا بقى، اللي مش عايز نصيبه اخده انا. امسكهم بايدي شر اموت بعدها. قولي لها فكيه، انت معايا ولا معاهم؟ انا بقول تصلي على النبي يا اوراني ونتفاهم. انت الظاهر يا اخويا تقلت في الشرب شويه. انا فاهم كويس قوي وكلامي دغري. انا كل اللي عايزه ان اعيش واعيشك معايا اليومين اللي فاضلين. وكفايه شقه بقى لحد كده. لا ما هو مش بالطريقه دي يا اوراني. انت هتعمل فيها فيلسوفه انت كمان. سامعين بيقول ايه؟ يعني انت متاكد خلاص انه هيجي؟ هو قال انه هيجي. صح. طب اهي الساعه عدت ومحدش سال. انت صدقت يا عم اوراني؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت. انا قلت تقعد مكانك، يعني تقعد مكانك. يعني ايه؟ انت عاوزنا بقى نبقى زي الرهائن؟ حق لو ما جتش يا مسعود بصحيح. دي تبقى وعد اهلك مطينه بطين. هو قلت لك هيجي، يعني هيجي. ميت حلاوه. قلت لك هيجي، يعني هيجي.
طب اقعد بصحة الجمال. حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انت صدقت انه هيجيب لك 60,000 جنيه؟ ودين النبي صدق. ها؟ يا سلام يا فكيهة، ده انا حلمت احلام ورتبت في دماغي تراتيب، لكن فاكرك انا هسيبه؟ وديني ما انا سايبه. ليه انت ما شفتش ربيع وقبل منه اللي اسمه ايه ده اللي قتله؟ الزنكلوني. انا عارف طينة اهله ايه ده. طب اتفضل يا اخوي، اتفضل خد ودي الشاي للراجل وابقى بطل تحلم تاني. اتفضل. ابن الأرندلي ده جابوه منين؟ أنا كنت في الجبل، بتوع الجبل هم اللي سلموني ليه. ده أنا زيهم. معلش اشرب الشاي. شاي إيه ده؟ أنا جعان. جعان؟ أنت بتموت ولا جعان؟ طب اشرب ده الأول وبعدين ربك يحلها بالأكل. تشكر يا عم. هات. إحنا اللي متشكرين، ده لولا كان بطة ضاعت. وهي جت على دماغي، يا ريتني ما عملت شهم، يا ريتني عملت عيشه، كنت وفرت على نفسي ده كله. وبعدين يا راجل ما تشد حيلك امال. وانا قاعد فيه حيل عشان اشده؟ لو اترجاه ابوس رجله في عرضك يا بيه. والعصيان نزلت تلف حول الميدان لما سوروني. لو ايه عمال احلم واخطط، الظاهر مش مقسوم لنا نعيش. وبعدين هنفضل قاعدين كده حاطين ايدنا على خدنا ونندم زي النسوان؟ هي البلد ايه؟ ما فيهاش بوليس؟ ما فيهاش حكومه؟ مفيش حد هيصدقك. ليه يا بطه؟ وانت رحت فين؟ انت هتشهدي معايا وعم ربيع وعيله الزنكلوني. اللي زي ده يا بطه لازم ينعدل في مكان عام في عز الظهر وكل الناس تتفرج عليه. استنى بس يا سمعة، رايح فين؟ سيبيني يا بطه. انت متأكد من الكلام ده؟ متأكد سيادتك يا فندم. وعندكم الشهود سألوهم. مين الشهود دول؟ فاطمة محمد علي وشهرتها بطة سيادتك يا فندم. وأورن السيد عبد الحميد. وفكاهة الجرواني. وغيرهم كتير سيادتك يا فندم. ما هو إذا سكتنا لهم يا بيه هيركبونا. كل حاجة بقى لازم تقف عند حدها. البلد فيها بوليس ومحاكم، يعني هم فاكرينها سايبة ينهبوها زي ما هم عاوزين. ايوه بس ما بسش يا بيه، احنا لازم نقف جنب بعض ونساعد الحكومة في القبض على المجرمين دول. طب سعادتك بتقرا جرايد؟ ايوه. افتح الجورنال في اي يوم هتلاقي ريحتهم فايحه وبلاويهم ماليه البلد. الانسه فاطمه محمد علي الشهيره البطه، والدتها السيده فكيهه ابراهيم عبد المولى، وزوج والدتها السيد اورني دياسطي. يا بطه فاطمه محمد علي شهيره ببطه. اوعي تخاف يا بطه، كل اللي شفتيه قولي للبيه الوكيل. يلا يا بنتي. يا بيه يا بيه، انا بنت غلبانه وحدانيه، ماليش في الدنيا غير امي واسماعيل. تعالي تحكي لي قصه حياتك. شفتي مسعود بيقتل الزنكلوني؟ يا بيه اتكلمي يا بنت. ما هو يا بيه. كلمي قولي الحقيقه. يا بيه انا ما شفتش حاجه. شفتيش مسعود وهو بيقتل الزنكلوني؟ لا يا بيه.
بيه معرفوش ولا عمري سمعت عنه خالص. يعني ما خطفش بنتك وباتت عنده يومين؟ لا يا سعادة البيه، ما حصلش حاجة من دي خالص. الله، امال ايه الحكايه بالظبط؟ تعرفي تمضي؟ ايوه يا بيه، اعرف ابصم. طب ابصمي. نادي على اللي بعده. وراني عبد سميع. صباح الفل يا سعاده البيه. اتفضل اقعد. نعم يا سيدي. يا سعاده البيه، احنا ناس غلابه ولا مؤاخذه، بناكل لقمتنا بعرق جبيننا. من غير رغي كتير. تعرف مسعود ابو دومه؟ سعادتك مسعود بيه. اعرفه طبعا، راجل شهم وكريم. اصل لا مؤاخذه بيركن عندي. ما اتفقش معاك يديك فلوس عشان تسكت على حكايه قتل الزنكلوني؟ لا بيه، ما حصلش حاجه من دي خالص، ولا مال انا ومال الزنكلوني وما زنكلونيش، لا مؤاخذه بيه. تعرف تمضي؟ لا بيه، بس ولا مؤاخذه معايا الخير. مرات الزنكلوني بره يا شاويش؟ ايوه يا فندم. نادلها. حاضر. اتفضل اختم. عم ربيع، عم ربيع، انا ما جراليش حاجه، انت اللي اتاذيت، والراجل ده لا موقفناهوش عند حده، هياكلنا كلنا ويدوس علينا برجليه. اذا كان على الشغل يا عم ربيع، البلد مليانه شغل ومليانه خير. خلي توكلك على الله وقول الحقيقه، وربنا مش هيضيمك ابدا. الزنكلوني ده اسم الشهرة يا بيه، واسمه الحقاني ابراهيم رجب الشرقاوي. عندنا بلاغ هنا بيقول ان جوزك اتقتل على يد واحد اسمه مسعود. ايه رايك في الكلام ده؟ مش صحيح، مش صحيح يا بيه. ايه؟ يعني ما اتقتلش؟ ما بتعيطي ليه؟ اصله وحشني يا بيه، مسافر السعودية بقاله 3 سنين، ولسه باعت لي جواب وفلوس من يومين. ما احنا ما نقدرش نعيش من غير فلوس يا بيه. ومعاك الجواب ده؟ ايوه يا بيه، اهو، بس الشيك صرفته. طب وقعي على اخواتك. حاضر. تعالى يا ربيع. انت تعرف مسعود ابو دومه؟ لا يا بيه، ما افتكروش. ما اشتغلتش عنده؟ اشتغلت عند ناس كتير يا بيه، هفتكر مين ولا مين؟ قول لي، انت وشك متعور كده ليه؟ شقاوة يا بيه، انا عورت نفسي بنفسي. كنت لا مؤاخذة قايم من النوم بتطوح، قامت راسي اتخبطت في الحيط، فلما راسي اتخبطت في الحيط مخي لف، ولما مخي لف اتخبطت تاني في الحيط. مضيع على اقواله. ده فندي اللي برضه يتعمل له محضر بلاغ كاذب وازعاج للسلطات، يتحط في التخشيب 4 أيام. انا معدي الناحيه التانيه. الانسه هي اللي دفعت الكفاله. مع السلامه. اسماعيل، بص بس يا اسماعيل، انا كنت خايفه عليك، كلنا كنا خايفين عليك. احنا ملناش دعوه بالناس الكبار دول، ده كابوس يا سمعه ولازم نخلص منه بقى. اسماعيل،
اسماعيل. اسماعيل عبد النبي ابو ريا. اسماعيل عبد النبي ابو ريا. اسماعيل عبد النبي ابو ريا. يا ساتر يا رب، في ايه يا اخويا؟ جرى ايه؟ فين اسماعيل؟ ايوه انا اسماعيل. ده دكانك؟ ايوه دكاني. شمع يا عسكري. يا ساتر يا لهوي، يا ساتر يا رب. ليه؟ جرى ايه بس يا عمنا؟ انا ما عملتش حاجه. عندنا امر بغلقه بالشمع الاحمر عشان ما فيش رخصه. طب ما انا مقدم على الرخصه بقالي 3 سنين ولسه ما جاتش. يلا 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 خلصونا شمع يا عسكري. تعالى بس عسكري انت ما بتفتش تعالى. تعالى بس. من على المفتري. تعالى هنا يا اخويا. اهدى بس يا اسماعيل اهدى. منك لله يا بطه. سبحان الله، يخلى من الشبه 40. انت مسعود بيه؟ ايوه في حاجه. انت حرامي وقتل قتل. امسكوه، موتوه، موتوه. طب انا اتعودت على كده. انت ايه اللي رماك في سكته؟ ضيع حياتي وقفل محل الرزق اللي باكل منه عيش. انا لازم اقتله. هو انت سمعة؟ طب انت كنت داخل لوحدك، خرجتوا 2 ازاي؟ ايه اللي حصل يا سمعة؟ اوعى ايدك خالص. يلا سمعة تعال. على فين؟ ما تسيبه اخينا، ده تبعنا. هيجي معايا. ما خلاص بقينا في الهوا سوا. على فين؟ بقول لك اوعى ما تخافش. بقول لك اتضربنا سوا، هاخده على بيتي. يلا. بيتك فين؟ 20 شهر الفجالة. الله. على فين؟ بقول لك 20 شارع الفجالة يا اخي. لف لف من هناك يا سمعة. يا دماغي كل دي كتب ومجلات. ايوه يا سيدي، عدة النصب. ومن ساعتك بتشتغل مصوراتي؟ مصور وصحفي ورسام وكاتب قصة وعازب، بس ماليش بخت. خد اشرب الشاي وكل لك بسكوتين، وبلاش حكاية سعادتك دي. انا اسمي منير وبس. كسروا لي ضلوعي ولاد الكلب. تعيش وتاخد غيرها. المهم اننا مسخرناه في وسط ناس مهمة جدا بالنسبة له. انت بتتكلم عنه زي ما كنت اعرفه قبل كده. انت تعرفه من زمان. هو الحقيقة الطار مش بيني وبينه بس، ده بيني وبين كل اللي زيه. انت عارف يا سمعة، انا ما احبش الكلام الكبير ولا الانشا والحاجات دي، بس انا حياتي بقت مرتبطة بالراجل ده، يا انا يا هو. واشمعنى ده يعني بالذات؟ هو ده اللي وقع في سكتي، والله حظي بقى ما اعرفش. يعني انت يا استاذ منير ما تقدرش تشتغل اي حاجة تانية؟ سيبك مني. قول لي انت اللي حصل بالتفصيل من اول بطة ما نامت في العربية بتاعته. لا هي ما نامتش، هي راحت عليها نومة. ماشي، انت هتحكي بقى وانا هسجل عشان ما فيش وقت للكتاب. بكرة الصبح لازم اقدم للجورنال تحقيق يهز الدنيا. اتفضل. هي اول ما نامت في العربية، قصدي لما راحت عليها نومة في العربية. مين هيجي دلوقتي؟ هو اسماعيل فين؟ فين؟ اسماعيل؟ اسماعيل؟ اسماعيل اسماعيل، مالك يا سمعة؟ ايه اللي جابك؟ عاوزة ايه؟ ايه يا سمعة؟ ميبقاش قلبك اسود امال.
دي مرضتش تنام لما تطمن عليك. انا مش عاوز حد يطمن عليا يا اخي. وانت راجل ايه اللي جابك؟ اخص عليك يا سمعة، دي طريقة تقابلني بيها؟ عاوزين نعمل ايه؟ اخدكم بالحضن؟ بصراحة بقى انا لا طايق ابص في خلقتك ولا في خلقته. اتفضلوا مع السلامة. الله الله، جرى يا اسماعيل. يعني مش عاوزين تمشوا؟ طب انا اللي همشي. الله، للدرجة دي مش طايقني يا سمعة؟ معلش هو بس متعصب حبتين. روحي وراه وانا مستنيكم. اسماعيل اسماعيل اسماعيل، عاوزة ايه؟ اخص عليك يا سمعة، ده انا جايه لك لحد عندك. يا ريتك كنت وفرت المشوار. يمكن اكون غلطت، بس انا عملت كده علشان بحبك يا اسماعيل. خفت عليك. خفت عليا؟ تحطني في السجن؟ انا اتحط في السجن وانضرب واتهان ومحل يتقفل عشان ايه ده كله؟ عشان كنت بدافع عنكم؟ لو ما كنتش عملت كده كان قتلك. القتل كان اهون عليا من انك تعملي فيا كده يا بطه. انت تشهدي ضد في النيابه؟ انا مش قادر اصدق نفسي. المسامح كريم بقى. لا يا بطه، انا كنت بحبك، لكن دلوقتي خلاص يا بنت الناس، سكتي غير سكتي وحياتك غير حياتي. اتفضلي. يا اسماعيل، ده انا ماليش في الدنيا غيرك. انت جاي تكلمني في الموضوع ده تاني؟ المرة دي بقى يا فندم ما تحتملش الشك. طب عن اذن سعادتك لحظة. تعال يا سمعة. شكرا يا اخ، ادخل. ايه يا سيدي؟ مين بسلام؟ انا اسماعيل يا بيه. ده بقى يا فندم الدليل الحي على صحة كلامي. وده التحقيق اللي انا كتبته من واقع اقواله. طول الليل والله يا فندم سهران فيه لما عينيا اتمققت. طب يا ابني ما قدمش الكلام ده للنيابة؟ ده كلام خطير. ما انا بلغت يا بيه، عملت بلاغ للنيابه والنيابه حققت. عظيم عظيم. وبعدين؟ ابدا يا بيه، عملوا لي محضر ازعاج للسلطات وبلاغ كاذب واتهفيت فيها 4 ايام حبس يا بيه. يا ابني يا حبيبي، انت مش عارف ان عندي السكر؟ عارف، انا عارف. امال ايه؟ عاوز تموتني ناقص عمر؟ انت يا ابني في حد مسلطك عليا؟ لا يا فندم، بس اصل انا عايز اقول لحضرتك ان تقول ايه وزفت ايه؟ جايب لي واحد النيابه حبساه وعامله له بلاغ كاذب وعاوزني اصدقه وانشر كلامه؟ انت جننت فعلا. ما هو حضرتك يا فندم مش فاهم الفولة. ما هو اصل مسعود بيه تدخل في الوقت المناسب. يا استاذ منير، انت صحفي فاشل. ما هو يعني لو حضرتك قريت التحقيق. استاذ منير. ايوه يا فندم. انت مرفوض. يعني هو عاوز نشهد معاه علشان يموتوه؟ يا اخي ده معقول الكلام ده ياما؟ والنبي ما انت راجعه لما تتجنني ويحطوكي في مستشفى المجازين. ده انا شفت بعيني ياما، هو ما شافش حاجه. بقى عاوزني ارميه في النار بايديا وبعدين يرميه الدبله في الشارع؟ بدل ما انت عماله تكلمي روحك كده، شوفي لك حاجه اشتغلي فيها، ولا انت عامله اضراب هنا وفي الموقف. والنبي تسكت عني انت راخر، انا مش ناقصاك. انا اتهديت خلاص، مش واخد على الجاريه طول النهار. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ نعم. عاوزاك تيجي معايا لوكيل النيابه نقول له على كل حاجه. حرام عليك يا ست بطه، ده انا لسه ما فوقتش من العلقه. احنا هنفضل مستنيينهم كده ليل نهار؟ ما هنعمل ايه؟ نطلع نجرجرهم من قفاهم ونسحبهم من شيشاتهم ونوديهم لمسعود بيه يتصرف معاهم. انت عاوز تودينا في داهيه والدنيا كلها تعرف؟ امال هنفضل قاعدين كده زي النسوان؟ اهم. بلاش ضرب النار دلوقتي. بص، شايف مين؟ ايه رايك بقى دلوقتي فرصه؟ لا احسن يكونوا صالحين ولا حاجه. سيبني بس يا جدع ما تبقاش مجنون. تعالى بس تعالى. واو، خبطه بالعربيه نقضي عليهم، ولا من شاف ولا من دري.
ده؟ دول لسه ما ايه يا رجعوش. بنتي في ايه؟ ما حدش هنا يا عم. الاستاذ منير خرج امبارح لسه ما رجعش. يبقى لازم جرى حاجه، اكيد جرى لهم حاجه. يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. اظن لحد كده بقى وكفايه قوي. ممكن بقى تسيبونا نشوف شغلنا؟ يا فندم احنا كان هدفنا نساعد العداله، ما هم دول اللي مضيعين البلد ومصين دمها. مالكوش دعوه انتم. ملناش دعوه ازاي بس يا فندم؟ هي دي مش بلدنا ولا ايه؟ ما هو لو كل واحد فينا قال ماليش دعوه، قول يا رحمن يا رحيم على كل حاجه. وانت بقى اللي هتنقذها؟ وليه لا؟ انا عاوز اقول يعني قصدي كلنا يعني لازم نحاول. يا فندم اسماعيل قصده اننا نساعدكم، احنا عارفين ان ده شغلكم ومسؤوليتكم، بس المفروض برضه اننا نساعدكم. مش لدرجه انكم تعرضوا نفسكم لضرب النار بالشكل ده. شوفوا بقى باختصار كده، والكلام ليكم انتوا الاثنين، اذا فضلتوا تحطوا مناخيركم كده هتبوظوا كل حاجه وهضطر احطكم في السجن. مفيش كلام تاني. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يا فندم انا راجل نظيف وشغال في النور، واذا كان في دليل واحد ضدي انا على اتم استعداد اقدم نفسي للمحكمه. تعرف واحد اسمه الزنكلوني؟ الزنكلوني؟ طبعا اعرفه، كان بيشتغل عندي زمان. وهو فين دلوقتي؟ وانا شرفني يا بيه. طيب يعني انت ما عندكش خبر انه اتقتل في مخزنك؟ هو مين اللي بيقول الكلام ده سعاده البيه؟ مش هما؟ طب يثبتوه ولا بس يتهموا الناس من غير دليل؟ طب اتفضل، ادي شهاده من الضرايب اني دافع السنه اللي فاتت 1,000,000 جنيه. قول لي بقى في مين في البلد دي بيدفع ضرايب قدي؟ انا بحب بلدي يا سعاده البيه. طب ده انا لما بسافر بره يا سعاده البيه اول لما برجع بوطي ابوس الارض ومرمغ وش فيها. ده معقول اللي بيقولوه ده؟ بيفتروا على العالم، عالم مفتريه. طيب كفايه. لا مش كفايه، انا ارجو من النيابه وحياة والدك تسجل الكلام اللي هقوله ده. ارجو من النيابه والقضاء وكل اجهزه الدوله ان تحميني من امثال هؤلاء. مين عارف يمكن ادفعهم تهورهم وحقدهم الاعمى انهم يختلوني وانا راجل مسالم يا سعاده البيه. يعني ضرب النار اللي حصل امبارح مش من الرجاله بتوعك؟ لا طبعا يا بيه، ما البوليس جه وفتش. ده على حسب ما سمعت. طيب خلاص امضي على اقوالك. امضي؟ طيب. انت خايف ولا ايه يا مسعود بيه؟ اخاف من ايه يعني؟ عيلين زي دول يعملوا الربكه دي كلها؟ كلام وكيل النيابه هو اللي مش مطمني. متهيألي انه شكك فيا. والعمليه اللي احنا داخلين عليها دي خلاص البضاعه في البحر. اصل عمليه كبيره ساعه البيع مدفوع فيها الشيء الفلاني. البضاعه مفيش خوف عليها، كل حاجه مترتبه مظبوط. انا اللي شايل همه وكيل النيابه يدسني حد في السكه. الصحفي اهو نايم في المستشفى، يبقى مفيش غير الواد بتاع الكاوتش. لازم يتكتم لغايه لما العمليه تخلص. نقتله ونخلص منه. لا اهو ده الغلط. قتله دلوقتي ما ينفعناش، بالعكس هيلخبطنا اكتر. طب نعمل ايه يا بيه؟ مش عارف، لكن لازم نفكر له كويس. ايه انتوا مين؟ في ايه؟ عاوزين ايه؟ مساء الخير. ضرب شكل ما بدخنش. بقول لك ايه، البيع عايزك. قلقتني يا دكتور. معلش دي اخر حقنه ان شاء الله. لما اشوف. اهلا سمع، اهلا، اتفضل. مع السلامه يا دكتور. اتفضل اقعد. تدخن؟ الراجل بتاعك عزم عليا قلت له ما بدخنش. لا برافو، برافو انك واخد بالك من صحتك. اوعى يكونوا قالوا ادابهم معاك ولا سخفوا. خير ان شاء الله. لا خير يا سمعة. هم مش بينادوك كده برضو؟ حضرتك بعت الرجاله بتوعك يجيبوني هنا علشان تهزر معايا؟ لا. امال حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ اشتريك. تشتريني؟ هو انت تسوى كام؟ وانت تقدر على تمني؟ جرب. كام؟ وده عشان ايه؟ ما هو انا لازم اشيلك من سكتي، بالقتل، بالخطف، بالفلوس. اختار اللي يريحك. انا لو كنت عايز اقتلك
كان بقت اسهل حاجه عندي. بس انا مش عايز اقتلك دلوقتي، لاني مش مستعد ان انا اقلب عليا موضوعات انا في غنى عنها. شفت بقى انا صريح معاك قد ايه؟ ها؟ طبعا مفيش احسن من الصراحه، خصوصا وسعادتك عارف ظروفي بعد دكاني ما اتقفل. عليك نور، اديك ابتديت تفهمني. وعلى كده بقى سعادتك ناوي تدفع كل دول علشان انا؟ هو في الحقيقه مش عشانك انت بس، عشانكم كلكم، انت وخطيبتك وام خطيبتك وجوز ام خطيبتك، علشان اضمن انكم تتخرسوا خالص ومحدش فيكم يفتح بقه. عيش، ما تبقاش اهبل. انت مش كنت جوز بطه؟ خلاص اشتروا الجهاز والشقه والفرح عليا انا كمان. بالفلوس كل مشاكلك تتحل. اسالني انا. عندك حق، بس على شرط تبعد عن سكتي خالص، ما اشوفش خلقتك تاني. مع السلامة يا سمعة. تاجر واكسب وعيش، متبقاش عبيط، خليك عاقل. مع السلامة انت. السلام عليكم يا بيه. اطلبي لي البوليس. يا دين النبي، ايه ده كله؟ ايه ده كله يا سمعة؟ مسعود بيه اشتراكم بالفلوس دي. واحنا طلعنا غاليين قوي كده؟ الفلوس دي كلها؟ اخص عليك يا سمعة، تسيبني المدة دي كلها؟ ده انا قلبي وقع في رجليا من خوفي عليك. اسمعي بقى يا بطة، دي اخر فرصة علشان تثبتي لي انك تقدري تعيشي معايا وتبقي مراتي. صحيح يا سمعة؟ يعني خلاص هنرجع لبعض تاني؟ على شرط. اشرط زي ما انت عايز وانا تحت امرك. ده انت من ساعة ما رميت لي الدبلة وانا بركة من نافوخي طار، وبقيت حاسة زي ما تكون امي ماتت. بنتي يا بطة. بس سيبونا بقى من الفلسفة دي وقولولنا الفلوس دي تتقسم ازاي؟ كل واحد فينا تمنه كام؟ الفلوس دي محدش هيقرب لها، انا هوديها البوليس. وانت يا بطة هتيجي معايا وتشهدي بكل اللي شفتيه قبل كده، والكلام اللي ما قلتهوش المرة اللي فاتت هتقوليه المرة دي قدام وكيل النيابة. ها ايه رأيك؟ رأي ايه وشفت ايه؟ فلوس ايه اللي توديها لوكيل النيابة؟ قلت ايه يا بطة؟ موافقة على كل اللي قلته يا سمعة. دول خرفوا بتقولوا ايه؟ مفيش مخلوق هيمشي الفلوس دي. اسمع يا راني، انت المرة اللي فاتت مسكت لي مطوة، المرة دي حتى لو مسكت لي رشاش برضه هنفذ اللي في دماغي. الفلوس دي هترجع، يعني هترجع. لا مش هترجع. خلاص يا اورني، خد انت نصيبك، واحنا بقى هنبلغ البوليس انك خدت رشوة يحطوك في السجن. انت بتقول ايه؟ انتوا هتتفقوا عليا؟ فقيه بطة، خليكم معايا، سيبكم منه، ده مجنون، دي فرصتنا عشان نعيش. لا والنبي يا اورني، كفاية علينا لحد كده. انا معاك يا سمعة، ان شاء الله نموت بس نبقى سوا. قلت ايه يا اورني؟ اوعى منك له، ده انا ما صدقت لقيتهم ارميهم بايدي. ده حرام، والله العظيم حرام. طب اقول لك ايه، ما نديله النص وناخد احنا النص. ولا مليم هينقص. هات عشان نلحق نوديهم البوليس. طب خليهم دلوقتي والصبح نوديهم، يباتوا في حضني، اطبطب عليهم، ابوسهم. الريحه دي مش غريبه عليا. حشيش حشيش، خرجت من اوسع الابواب. اقول لك ايه، خد انت الفلوس وسيب لنا الحشيش. كمان حشيش؟ ايه ده؟ بوليس عملها مسعود الكلب، حط لي الحشيش والفلوس في الشنطه وبلغ البوليس. هات، اوعى تعالى كده، قوم، اوعى تفتح الباب، خش جوه واقف في النور.
اسماعيل، اسماعيل، ايه اللي جابك دلوقتي؟ بعدين هبقى احكي لك، اديني بس مفتاح العربيه عشان محتاجها قوي. ايه اللي بعدين تحكي لي؟ قول لي يا جدع ايه اللي حصل؟ مصيبه كبيره يا منير، الراجل ده مش هيجيبها لبره ابدا. تصور يديني شنطه مليانه فلوس ومخدرات وبعدين يبعت البوليس يدور عليا. حاجة معاك. تيجي معايا فين؟ استنى. انت لسه تعبان يا منير، لو بموت مش هسيبك لوحدك. اوعى يا منير، اديني بس المفتاح وانا هتصرف. اوعى يا اخي كده. حد شافك وانت جاي؟ لا. طيب ناولني هدومي من الدولاب. طب خليك انت. سلام عليك يا منير، ما كنت اروح انا لوحدي بسرعه بس. الو. ها؟ ايه؟ يعني ايه الحكايه دي؟ البوليس لا مسك ولا مسك الحشيش؟ طب والشنطه؟ يا نهار اسود، وقعت ابوكم طينه. اسمع، الواد ده لازم تجيبهولي من تحت الارض، معرفش اقلبوا الدنيا. دول 200,000 جنيه يا حيوان، الله يخرب بيوتكم. منير قوم بقى. ايه؟ قوم شوف لنا حل في المصيبة اللي معانا دي. مصيبة ايه؟ الشنطة يا اخي. شنطة ايه؟ يوه اصحى معايا بقى يا منير، شنطة المخدرات والفلوس. صحيح. ما توريها لي يا سمعة، هي فين؟ مرمية ورا في شنطة العربية. هنعمل ايه؟ هما قد ايه يا سمعة؟ يعني يساووا كام كده هما والمخدرات؟ كتير قوي. بتفكر في ايه؟ احنا اللي مش لاقيين ناكل. سبحان الله. ايه يا منير، عينك زاغت ولا ايه؟ بقول لك ايه يا منير. عايز ايه؟ تعرف تاجر مخدرات؟ بسيطة، اعمل تحريات، هلاقي كتير. نحط عين على واحد منهم يتصرف لنا في الحشيش اللي معانا ونبيعه ب100,000 200,000 على الفلوس اللي في الشنطة، ونفتح محل بيع كاوتش، محل كبير في وسط البلد، ونبيع ونشتغل ونتاجر برضه في الصنف. هيزيد رأس مالنا. والصحافة مهنتي، انا مالي ومال الكاوتش. لما يزيد رأس مالنا نفتح لك جورنال صغير على قدك. على قدي؟ وماله؟ ما احنا دلوقتي صايعين، لا شغلة ولا مشغلة. هبقى صاحب جورنال، وممكن اشغل رئيس التحرير اللي رفدني عندي في الجورنال. احنا عندنا فرصة كبيرة قوي يا منير علشان ندوس على الفقر والجوع والظلم، ويبقى عندنا عربيات وبيوت وسلطة. وكتير من اللي زي مسعود عملوا كده. طب ايه رأيك بقى ان واحد زي مسعود ده لو ضمن ان احنا مش هنفضحه هيدينا اكتر واكتر واكتر؟ يا منير، دي الدنيا هتبقى حلوة قوي قوي قوي. خش. حقيقي ممكن نعمل كده يا اسماعيل؟ اسأل نفسك. مش ممكن. اللي زي مسعود الخيانة والجشع والظلم بيجروا في دمه، فكل ذرة من جسمه. لكن احنا هنعيش كده ونموت كده. يعني ايه؟ قلبنا الدنيا، ما سيبناش حته في البيت على بعضها. لا بتاع الكاوتش ليه اثر ولا الشنطه كمان. والواد الصحفي ساب المستشفى وهرب. يبقوا اكيد اتلموا على بعض. اسمع يا صلاح، البضاعة اللي جاية دي تصرفها بمعرفتك، انا اصلي مسافر روما بكره الصبح. سعادتك هتسيبنا وتمشي في الورطه دي؟ ورطة ايه يا اهبل انت؟ انا مرتب كل حاجة.
وبعدين حته عيل زي ده هيعمل ايه يعني؟ انا اصلي جالي تيلكس من روما ولازم اسافر. اسمع، توصل لشركه الطيران تقول لهم يقطعوا لي تذكرتين على الطياره اللي مسافره روما بكره بالليل. يلا. اسماعيل. بطة، وحشتيني قوي يا بطة. انا جاي اطمن عليكم، عاملين ايه؟ في حد قرب لكم؟ ايوه يا اسماعيل، رجالة مسعود جم دوروا على الشنطة وضربونا وبهدلوا البيت. كسروا دراعي ولاد عفاريت وانا طردوني بالقماش. معلش، ودين المصطفى ما انا راجع الا لما اقتله ابن الحرامية. لا اعقل يا اسماعيل. عاوزة ايه تاني يا بطة؟ بقى بعد اللي حصل ده كله عاوزاني يبقى فيه عقل. اسماعيل، طب خدني معاك، انا مش ممكن اسيبك بعد كده لوحدك ابدا. ولا سمعة، خدني معاك وانا اشرب من دمه. نفسي قبل ما اموته اشرب من دمه، امسك زمارة رقبته ودينه ومقاعده بس اسيبه الا خلصان. وانا يا سمعة هسيبني لوحدي اعمل ايه؟ خلاص كلنا نروح نطب عليه زي القدر مستعجل. لو رحنا كلنا هننكشف. انا لو احتجت لكم هاجي اخدكم. هتسيبني يا سمعة؟ معلش يا بطة، خليكي هنا، انا مش هغيب عليكي. مع السلامة يا سمعة. مع السلامة، خد بالك من نفسك. عربيته واقفة اهي، يبقى لازم فوق. انا طالع لي. استنى بس يا سمعة، هتعمل ايه؟ سيبنا، انا لازم اقتله واشرب يا اخي الدم. ما تبقاش عبيط. الله، ولا كأنك عملت حاجة. وما تنساش ان واحد زي ده اكيد مسلح، يعني طلقة رصاص واحدة هترميك الارض وتروح في طيس. يو يا منير، انت بتهبطني ليه بقى؟ ما هو لازم نوقع اسماعيل، ما هو ان قتلك هيدور عليا وبعدين على بطة. انت ايه اللي في دماغك بالظبط؟ مفيش حاجة معينة، لكن لازم نلاقي حل. انهي حل؟ بقول لك ايه، انت مش رحت الجيش؟ ايوه رحت. خلاص نعمل وردية، انت كنجي وانا شنجي، لازم كل واحد ينام له ساعتين. العربية دي ما تغيبش عن عيننا لحظة. بسرعه شويه يا نفيسه، لازم نبقى في المطار بعد ساعتين. طب بس انا اجيب الجوهرات بتاعتي. ما تاخديش حاجه معاكي ممكن تتمسك في الجمرك، الجو ملبش ومش ناقصين وجع قلب، انا بقول لك اهو. طيب منير ايه؟ بص، ايه الساعتين خلصوا بسرعة كده؟ بص شوف ايه اللي بيحصل. الله، ده الظاهر عليه مسافر. وادي العصابة بتاعته كمان وصلت. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف يا اسماعيل. بس لقيتها. هي ايه؟ شايف شنطة العربية بتاعته مفتوحة ازاي؟ ايوه شايفها. بس يا حلو، بالفتاكة بقى والجدعنة لازم احط الشنطة اللي معانا دي وسط الشنط بتاعته من غير ما حد يحس. برافو عليك. خليك انت هنا بقى عشان رجليك. يلا بينا بسرعة على المطار نسبقه، عربيته أسرع، يلا بسرعة.
اطلعوا انتوا اسبقوني. جاي اهوكم. ما تجري شويه يا سمعه. هي عربيتك بتجري وانا ما جريتش. انا خايف للراجل يوصل مطار قبلنا ويكت. طب ما تيجي نتصل بالبوليس في التليفون. وهنلاقي تليفون فين دلوقتي؟ لازم نلاقي. هات انت الشنط يا زكي. يلا بينا يا رجاله. مساء الخير يا بيه. مساء الخير. خد نمرة التليفون دي، يبقى اتصل بيا فيها لو احتجت اي حاجه. اطلب زعفان عبد الدايم. ما يلا يا زكي. قوم يا منير. استنى يا مسعود بيه. اتفضل يا مدام. على فين؟ تعال يا ابويا نص. ما تخلوش كده يا جدعان. مسعود بيه. اهلا. هو حضرتك تعرفني؟ طبعا. اهلا وسهلا. اهلا. خير، انتوا مستنيين حد مهم ولا ايه؟ مستنيين سيادتك. انا احب اقول لحضرتك ان انا ورايا شغل مهم جدا، وتعطيل الشغل ده فيه مسؤوليه كبيره وخطيره جدا. انا عارف يا مسعود بيه، وعارف حدود مسؤوليتي كويس. اتفضل اعمل اجراءات السفر. طيب. دي مدسوسة عليا. مدسوسة عليك؟ طبعا مش بتاعتي. الواد بتاع الكاوتش هو اللي دسها لي. بتاعته هو مش بتاعتي انا لازم ارفع الامر ده للنائب العام، لا على السلطات. انا مسعود ابو دومه، ولا يمكن اسكت عن حاجه بالشكل ده. ما تسكتش، ان شاء الله ترفع الامر حتى لمين. القانون لازم ياخد مجراه يا مسعود يا ابو دومه. اتفضل معايا. اتفضل. انا لازم ابقى النائب العام، لازم اشوف الموضوع ده بنفسي. لا يمكن اسكت على حاجه بالشكل ده. اهانه لينا كلنا.